ماشي يا يلا. مان. تعالى على الشمال. يلا. ثلاثة تحت فوقها. ايوه عشان اعرف اشربه كده. يلا. ولا الوجات دي. احسن. جول. 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 هاي لا. واقف واقف مجموعة كمان. ولا ايه ده؟ اشرب. يلا سيد اشرب. احسن. استنى ما يقوم يقف. هاي يا ولد. استنى يا ابني ما يقف. يلا. برضه. برضه. احسن. اوه يلا سيد اقف. واقف يا بنت. قدام يا ابني قدام. هنا يا سيد هنا يا سيد. ايوه كده. ايوه حلوه دي. احسن زي ما يوم بقى بص عليه. بص عليه. يلا. اشرب. ايوه دي. اشرب. رسالة قدامك شوية. أنا أروح لها أيوة. صعب. لا. صعبة دي. كويس هي تاني. يا ابني انت اللي بتخليني العب بصراحه. ليه يا ابني؟ ليه؟ اشرب بقى سيد. اشرب يا سيد. ايه لازم. ايه؟ يوم. يلا. اوه. خش يا سيد. واقف.
اشرب. النهارده طبعا عملنا تمارين سرعه رد فعل موقف من مواقف المباراه، واخرهم الشوط على الطاير ان اللاعب يجيله كره في المباراه ويلف جسمه ويلف وسطه يحطها مباشره. وشفنا طبعا العبقري النجم الكبير محمود الخطيب لما كان بيعملها زمان، وكان اي كره نص طايره دي بياخدها وهو نايم يحطها. انا المفروض انام واعمل كده، بس طبعا السن ما يسمحش. لو في مرتبه كنت عملتها، انما عشان اعملها واترزع واقعد اعمل مثلا 50 60 كوره بالشكل ده واقعد اترزع، ده انا اموت فيها. فطبعا انا بعمله وانا واقف، المفروض الصح بتاعه اعمله وانا بطير وبعملها بقى. فطبعا الامكانيات ما تسمحش زمان، انما دلوقتي واللي يشوف شغلي يقوليش ان انا كنت مدرب حارس مرمى قبل كده، لان فعلا انا اول ما بدات لعيب وينج رايت، وبعدين اكتشفت الكابتن عوض العيوطي الله يرحمه وقال لي لا انت لازم تقف جون، شايفك وهم بيشوطوا عليك انك انت ليك مستقبل حارس مرمى. فغيرت مركزي من وينج رايت لحارس مرمى، وانا اصلا كنت بحب حارس المرمى من زمان وانا صغير. فطبعا ده موقف من المواقف. النهارده اشتغلنا على الكوره بالراس، واني اطلع واحط الكوره بدماغي والحارس يعمل رد فعل، واشتغلنا على اخر حاجه ده الكوره اللي على الطاير ان انا الف وسط واشوط. وطبعا السيد لو بيديني الكوره مظبوط ومفيش ولا كوره تطلع بره. هما بيديني الكوره لا اما عاليه لا اما واطيه قوي، فما اعرفش اشوطها. لما بتجيلي مسطره مظبوطه بحط فيها وش رجلي والف وسطي بتروح زي ما انا عاوز. وهم استفادوا جدا، وهم هيقولوا دلوقتي ان هم استفادوا من التمرين ده، وهم كان شعورهم ايه لما اشتغلوا معايا التمرين ده. هل هم اشتغلوه قبل كده او ما اشتغلوهوش؟ فهنشوف دلوقتي رد فعلهم ايه على الموضوع ده. معانا السيد شحاته اهو. السيد طبعا من الحراس الكويسين، وهيقول رايه في التمرين النهارده وهل هو استفاد منه ولا لا. السلام عليكم. اولا والله الكابتن يعني مشكور والله العظيم اللي هو عامل معايا، لانه وقف معايا كتير قوي وانا بستفاد من تمرينه جامد يعني، بالذات اللي هو بيعمل تمرين لوقت المباراه وبنستفاد منه بشكل عام يعني. وبالنسبه للتمرين النهارده استفدنا منه من اللي هو الكرات بالراس، بس هي صعبه لان ده يعتبر ده اصعب حاجه في المباراه، وكمان زود لنا بالكرات اللي هي على الطاير يعني ما شاء الله يعني ربنا يحفظك. ربنا يوفقك يا سيد. السيد حسن هو برضه يعني من الناس اللي هو مستقبل مواليد 99 انت 98 برضه حارس مرمى جيد. والله يا كابتن طبعا الكابتن اشرف فاكرني من افضل مدربين الحراس في مصر طبعا، ومن افضل مدربين الحراس اللي اتمرنت معاهم بصراحه، وهو بيتعب معانا بامانه يعني. اما تمرين النهارده فالتمرين طبعا سرعه رد فعل تمرين كويس جدا يعني. الكابتن اشرف يعني شوفوا كده يقول ده كان لاعب جامد يعني مش حارس مرمى. ف
الحمد لله يعني على التمرين النهارده، وكابتن اشرف استفدنا النهارده كتير والله. ماشي يا سيدي. المهم النهارده احنا عملنا جزء كبير من رد الفعل واشتغلنا على مواقف المباراه، وان شاء الله ده مشاهده ممتعه لان التمرين مميز جدا. محتاجه اي حارس مرمى على مستوى العالم، مش في مصر، لا على مستوى العالم باذن الله كده. وربنا يوفقني دايما وان استطيع ان انا اقدم كل جديد في عالم حراسه المرمى في مصر. وده اهداء مني للمدربين يشتغلوا عليه. لو يشتغلوا بالصوره دي الحمد لله رب العالمين هيخرجوا جوان كويسه لمصر، وباذن الله كده موفقين جميعا. وده الحاجات دي انا بنشرها عشان اخد عليها ثواب، عشان يتعلم في مدربين تتعلم وانا بتعلم. مش عيب، مش معنى كده ان انا وصلت للقمه ان انا بعلم مدربين، لا مش ده المقصود. انا بقول ان انا افيد واستفاد في نفس الوقت. فده اهداء مني لمدربين حراس المرمى على مستوى مصر، وانا بتعلم منهم برضه. انا مش بتكبر على حد ولا انا اكبر من حد، لا عشان بس ما يتفهمش كلامي خطا. لا انا بتعلم ومفيش حد ما بيتعلمش. مفيش مدرب حراس مرمى على مستوى العالم يقول لك انا وصلت للقمه. لو قال كده يبقى كذاب، لان كل يوم في جديد. كل يوم انت لما كنتش تطور نفسك كمدرب حراس مرمى اقعد في بيتكم احسن، زي ما انا قاعد في بيتنا كده مش لاقي شغل. هو ده حال الكوره في مصر. المميز دايما مش اخد حقه، زي ما انا اتظلمت في منتخب مصر لما هاني ابو ريده ما حطنيش ضمن المنتخبات للمره التاسعه، وانا اترشح وما اتحطش من ايام الكابتن محمود الجوهري وانا كنت معاه في المنتخب النسائي، ووعدني ان هو هيحط لي منتخب مصر الشباب. بعد كده هو راح الاردن وساب الاتحاد وانا ضاعت، وبقيت اترشح على السنوات اللي فاتت كلها. كابتن عمرو ابو المجد، الدكتور عمرو ابو المجد، الدكتور محمود العينين الله يرحمه، الدكتور محمود سعد طبعا الراجل رشحني، والحمد لله انا كنت محاضر في الدوره دي بورسعيد. الناس دي رشحتني، سواء الدكتور محمود سعد او كابتن شطه، وانا بشكرهم طبعا على انهم رشحوني ان انا احاضر في الدوره دي. وده شرف كبير ليا ان انا احاضر في دوره في المستوى دي. والحمد لله انا فدت الحراس، وكلهم حتى استفادوا المدربين العام والحراس في نفس الوقت. الحمد لله ربنا يعيني ان انا اقدم كل جديد في عالم حراسه المرمى. واشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.